وانا افهمه ان انا دفنتك، وموضوعك كده يبقى خلص للابد. يبقى انا كده ضحيت بحياتي عشان انت تعيشي، فظهورك او رجوعك معناه موتي. خدي الفلوس دي خليها معاكي. مش عارفه اقول لك ايه والله يا مرسي. انت كنت متابع مع دكتور مين؟ وازاي يقول انك ما بتخلفش؟ وانا التحاليل اللي قدامي بتقول ان مفيش اي سبب يمنعك من الخلفه. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انا ليا سنين بتعالج. بتعالج من ايه؟ انا حالتك دي لو دكتور امتياز لسه متخرج واضحه قدامه زي الشمس. انت مفيش اي اسباب تمنعك من الخلفه. طب يمكن يا دكتور تكون غلطان. غلطان في ايه؟ شايل التحاليل بتاعتك؟ ايوه، بس اعملها من شهرين. انا قلت لك اللي فيها. انت زي الفل. طب ممكن يا دكتور تكتب لي تقرير بحالتي؟ كلب يا ست هانم، لما الانسان بيعمل معاه جميل ما بينساهوش، فما بالك بقى من البني ادم. فانا عايزك تاخدي الطريق ده طوالي، لا يمين ولا شمال. هتلاقي الاسفلت قدامي، هتركبي اي عربيه هينزلك الموقف، ومن هناك اركبي وروحي على اي بلد وتتوي فيها. انت كده كده مالكيش حد هنا في البلد دي، وحسام بيه خلاص اديكي شايفه مستني خبر موتي، وهو عارف ومتاكد ان انا عمري ما اقدر اوصله امر، ودي اول مره خالفه فيها. بس انا مظلومه يا مرسي. احنا عارفين ان حسام بيه ما بيخلفش، وانت نجيت امي من الموت، وانا برد لك الجميل. فاحنا ما قدامناش حل دلوقتي غير انك تهربي. انت مين اللي كتب لك التقرير ده يا حسام؟ اه انا عمري ما اذيتك، بالعكس. ده انت لما اتجوزت انا اتحملت كل مصاريف فرحك، لانك هتتجوز اخت مراتي وبنت عمي. انا والله ما كان قصدي اذيك يا حسام، انا بعزك زي اخويا بالظبط. امال لو ما كانش زي اخوك كنت عملت فيه ايه؟ ازاي سمح لك ضميرك تكذب على حد استأمنك على نفسه؟ ازاي ده احسن بيه؟ خساره في النفس. انا هقول لك على كل حاجه يا حسام، انا هقول لك على كل حاجه. مراتك هي السبب، وهي اللي خلتني اقول كده، لان هي ما بتخلفش والعيب منها، وكانت خايفه ان انت تتجوز عليها او تطلقها، وانا بضغط من مراتي اللي هي اختها اضطريت ان انا اقول كده. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.